من زمان وإشاعات الحب بين ويجز وهدى المفتي شغالة على السوشيال ميديا، والناس كل شوية تطلع بكلام جديد عن علاقتهم، خصوصا بعد مسلسلهم بيمبو اللي اتعرض سنة 2021. كل فيديو بتسرب ليهم، كل نظرة، كل حفلة بتحضرها هدى الويجز كان بيغذي الشائعات أكتر وأكتر. بس أخيرا المغني الشاب قرر يقفل القصة دي بجملة واحدة: هي أختي. الموضوع بدأ لما الناس لاحظت إن هدى المفتي بتظهر كتير مع ويجز، سواء في الكواليس أو في حفلاته، وده خلى الكل يتكهن إن في حاجة بينهم. وبالرغم من إنهم فضلوا ساكتين فترة طويلة، إلا إن الصمت ده كان بيخلي الناس أكتر فضول. يمكن لو كانوا ردوا من الأول كان الموضوع هدي بسرعة، لكن بقى ترند شغال على السوشيال ميديا كل ما حد يشوفهم مع بعض. لكن الحكاية ما خلصتش هنا، لأن ويجز بنفسه حسم الجدل لما كتب ستوري على انستجرام بيبارك فيها لخالد مختار وهدى المفتي على مسلسلهم الجديد 80 باكو، وقال: ألف ألف مبروك مختار وبوسي على مسلسل 80 باكو، فرحتلكوا قوي عشان انتوا الاتنين اخواتي. ومش بس كده، لون كلمة اخواتي بالأحمر، وكأنه عاوز يأكدها للناس بشكل واضح وصريح. هدى المفتي ما سكتتش وردت عليه بنفس الطريقة، عملت شير للستوري بتاعته وكتبت: الله يبارك فيك يا ويجز يا جدع، بنتعلم منك يا نجم، وحطت ايموجي قلب أبيض، وكأنها بتقول للناس بشكل غير مباشر إن ما فيش حاجة بينهم غير الاحترام والصداقة. أما خالد مختار فقرر يرد على ويجز بطريقة فكاهية وكتب: يا باشا ده أنا آجي ونقط 80 باكو أخضر كمان. ودي كانت إشارة لاسم المسلسل بتاعهم، وكأنه بيكمل الهزار مع ويجز وبيأكد إن الموضوع كله في إطار الصداقة مش أكتر. مسلسل 80 باكو اللي بيضم هدى المفتي وخالد مختار بيتكلم عن بوسي، بنت بسيطة وشاطرة في تصفيف الشعر، لكنها بتواجه أزمة مالية كبيرة لأنها محتاجة 80 ألف جنيه عشان تكمل جوازها. قصة درامية فيها جانب كوميدي، والناس كانت مستنية تشوف هدى المفتي في دور جديد. لكن برغم تصريحات ويجز والتوضيحات اللي حصلت، في ناس لسه مصرة ان بينهم قصة حب، وبيقولوا ان دي مجرد محاولة لإبعاد الأضواء عن حياتهم الشخصية. وعلى مدار السنين اللي فاتت ما كانش في أي تأكيد أو نفي رسمي منهم غير بعد فترة طويلة جدا، وده اللي خلى التكهنات تفضل شغالة. القصة دي بتأكد حاجة واحدة بس: إن الجمهور دايما بيحب يعرف تفاصيل حياة المشاهير. أي تصرف بسيط ممكن يتحول لقصة كبيرة جدا. وبرغم إن ويجز حسم الموضوع بجملة بسيطة، إلا إن البعض لسه مش مقتنع، ويمكن يفضل الموضوع مفتوح للنقاش لفترة أطول، لأن في النهاية الناس بتحب الدراما سواء في المسلسلات أو في الحقيقة.